أهلا البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفة تاع نهار اليوم وصفة حلوة، ما زلنا مع حلويات العيد. جبت لكم وصفة تاع غريبية المحمصة يعني بالمكسرات. هذه الغريبية عندي بزاف وانا نخدمها يعني وتنجح لي الحمد لله. نتمنى تشوفوا الفيديو للأخير. طبعا الغريبية كل وحدة وطريقة تاعها كيفاه تحضرها. انا هذه هي طريقتي. كاين اللي تعملها بالسمن عادي وكاين اللي تعملها بالمارغرين. انا اليوم حاولت نبسطها عليكم وجبتها لكم بالمارغرين. انا شخصيا ما نحبهاش بالسمن يعني. حبيت ندير لكم الفيديو تاعها وتشوفوا كيفاه نحضرها. عندي بزاف وانا نخدم هذه الوصفة وتنجح لي بالطريقة هذه، وكنت نخدم بها لي كوموند من قبل يعني وتنجح لي عادي وكامل تعجبهم. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو للاخير ونقول لكم يعني خطوه بخطوه واش ديروا. اول شيء المكونات هذو تحضروهم نهار قبل. عندي هنايا 500 غرام من مارغرين، ذوبتها وجمدتها. بعد ما جمدت لي ليله كامل نوض مع الصباح نخرجها من المجمد نحطها على برا تدفى شويه كيما نقولوا يعني تنحلها هذاك الجليد. ومن بعد راح نثقبها نفتحها ونثقبها منها من الفوق ونحيلها هذاك الماء نتاعها. هذه واحدة، هذه أول خطوة ديروها. عندي كمية من السكر الناعم، عندي كمية من الكاوكاو يكون محمص ومطحون يعني جيدا، عندي كمية من جلجلانية أيضا مطحونة محمصة مليح ومطحونة، عندي علبة ونصف من حلوى الترك يعني الشامية، عندي كيس من الفانيلا طبعا، وهنا عندي كيلو من الفارينة. الفرينة هنا وجدتها نهار قبل حمصتها. انا هنا نحتاج كيلو فقط. حمصتها مليح وحمصتها في الفرن طبعا، ومرة على مرة نحركها. من بعد نغربلها ونخليها تبرد تماما. هنا راني عاودت رجعتها في الكارت تاعها. نوري لكم باللي راني نحتاج فقط كيلو، ما نحتاج اكثر من تكون محمصه مليح. نروح نحضروا مع بعض هذا الغريبيه تاعنا وتشوفوا كيفاه نوجدها. هنا راني حطيت هذيك الزبده نتاعي اللي كنت ذوبتها من نهار قبل وجمدتها، ومع الصباح نحيت لها هذاك الماء نتاعها. هنا لازم تخرجوها شويه قبل من المجمد قبل ما يعني تبداو تخدموا باه تقدروا تنحيوا لها الماء. شوفوا الماء مع انه نزلت لها الماء ولكن تبقى كميه من الماء قليله. انا هنا رميتها كما راكم تشوفوا، رميت هذاك الماء. من بعد راح ننزع كامل الزبده اللي نحتاجها بالطريقه هذه، نحطها في وعاء وراح نبدا نكيل معاكم. شتو العلبه هذه نتاع الزبده ولا المارغرين اللي خدمت بها، هذه هي اللي راح نكيل بها كامل المكونات. هنا راح نضيف كيلة إلا ربع من السكر الناعم، يعني كيلة ناقصة أسبوعين من السكر الناعم كما راكم تشوفوا. هنا ماهيش نصف كيلة ولكن كيلة ناقصة أسبوعين، يعني الخط هذاك ما نوصلوش ليه نتاع العلبة. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كيلة ناقصة أسبوعين من السكر الناعم. راح نضيف لها كيس من الفانيلا، راح نضيف لها قرصة من الملح. هنا لازم الملح في الغذاء تاعكم. هنا كما قلت لكم راح العلبة هذيك راح نبقى نكيل بها كامل المكونات. تبعوا معي الفيديو يعني راني نحاول نشرح لكم بالتفصيل. بعد ما حطيت هذوك السكر الناعم ولا راح نضيف لهم الفاني وقرصة تاع الملح كما قلت لكم، راح نضربهم مليح بالباتور، ولا لازم تستعملوا الباتور ولا البيترا هنا باه تنجح لكم. يعني شخصيا انا نفضل نطلعها بالباتور بدل اني نضربها بيدي ولا بالفوي عادي. هنا لازم الباتور ولا البيترا. هنا نضربها مليح كما قلت لكم، نطلعها حتى تولي لي كريميه والحجم نتاعها ضعف طبعا.
كما راكم تلاحظوا هنا راني ضربتها مدة تقريبا 5 دقائق او اكثر، يعني المهم حتى تشوفوها ضعف الحجم نتاعها وتتحصلوا على كريمة بيضاء. كما راكم تشوفوا راهي هنا بيضاء، الفلاش يعني راهو يعكس برك الصورة. هنا ضفت لها علبة ونصف من الشامية ولا حلوة الترك، هنايا تكون مفتتة طبعا. من بعد راح نمزجها مليح مع هذيك الكريمة، يعني مدة دقيقة او دقيقتين يعني فقط، لحد ما انه هذيك الحلوة الترك يعني تتخلط مليح مع الكريمة نتاعنا باش ما يبقاوش فيها حبيبات بالطريقة هذه. من بعد هذا الخليط نتاعي هنا مانيش راح نحتاج الباتور، يعني راح نحبس العملية هنا. راح نحكم هذاك الخليط ولا هذيك الكريمة اللي تحصلت عليها، راح نفرغها في جفنة ولا صحن يكون كبير بزاف، يعني باه تبداو تخلطوا يعني الغريبية تاعكم. كما راكم تشوفوا هنا تحصلت الكريمة يعني طالعة مليح ومتماسكة يعني بالطريقة هذه. راح نبدا نضيف في المكونات الجافة. هنا بنفس الكيل كما قلت لكم، هنا راح نكيل كيلة كاملة من تكون مخلطة بين الكاوكاو والجلجلانية اللي كنت حمصتهم ورحيتهم من قبل. يعني هنا حاولوا انكم ترحيوا مليح هذيك الجلجلانية والفول السوداني ولا الكاوكاو، باه تحصلوا على مذاق هايل في الغريبية نتاعكم. هنا راني ضفت كيلة من المكسرات، هنا ضيفوا المكسرات اللي تبغيوهم. انا هنا ضفت يعني كاوكاو وشويه جلجلانيه مخلطين. راح نبدا نضيف الفرينه تاعي اللي كانت محمصه وبارده من قبل وتكون مغربله مليح. هنا الفرينه وجدوها نهار قبل هي والمرغرين، ذوبوها والفرينه حمصوها وغربلوها مليح. كما قلت لكم هنا راني ضفت اول كيلة من الفرينة، هنا ضيفوا اول كيلة، من بعد اعجنوا مليح، خلطوا مليح هذيك الخليط اللي عندكم. هنا ما تخافوش منها خلاص، يعني تبداو تخلطوا بشوية. راح نضيف للمرة الثانية يعني قصدي الكيلة الثانية نتاع الفرينة المحمصة. كما راكم تشوفوا هنا ضفت الكيلة الثانية ونبدأ نعجن فيها. هنا راح تغركم ولكن ركزوا معايا مليح وش نقولكم. هنايا لموا واعجنوا في نفس الوقت، راح تقولوا صاي راهي هنا ونحبس وما نزيدش الفرينه، ولكن لا، هنا زيدوا الفرينه للكيله الثالثه. هنايا الثانيه اعجنوا مليح، شوفوا راني زدت الثانيه وراني مازالني نعجن فيها. تبان لي باللي راهي صاي هنا نحبس الفرينه راح تولي لي العجينه نتاعي متماسكه، ولكن لا، هنا ابقاو اعجنوا فيها مليح حتى تولي لكم تلصق في يديكم. درك تشوفوا هنا راهي مازالت راهي بدات تلصق لي في يدي، راح نكمل نعجنها مليح بالطريقه هذه. نبدا نعجن بيديا في زوج ونشوف. هنا الفرينه تاعي راهي العجينه تاعي راهي بدات تلصق وبدات تطلق الزيت نتاعها. درك تشوفوا كيفاه تبان لكم في الفيديو، راهي بدات تلصق، هاي هنا بدات تلصق وتولي لي شغل الكريمه. هنا نضيف الكيلة الثالثة والأخيرة، هنا راني جبت لكم الكيل مضبوط، يعني ما زدت ما نقصت. راني عندي بزاف وانا نخدم فيها وخدمت لي كوموند، يعني انا هذه طريقتي. على بالي انه كيلو نتاع فرينه راح نستهلكو في 500 غرام من المارغرين. شوفوا معايا هنا راني عندي الكيلة الثالثة ضفتها ونبدا نعجن. ما تخافوش منها تقولوا راهي شيحه بزاف، ابقاو اعجنوا بشويه. راني هنا سرعت شويه الفيديو ونبقى نعجن فيها يعني حتى نتحصلوا على عجينة كامل يعني متماسكة وفي نفس الوقت تتكسر. يعني درك تشوفوا القوام، راح نهزلكم بيدي وتشوفوا القوام يعني المطلوب. هذه هي الغريبية.
اللي موالفه نديرها يعني عندي زمان. هنا كيما قلت لكم راني كيلت، موالفه نكيل، وعلى بالي باللي كيلو نتاع فرينه محمصه راح نستهلكوا في علبه تاع 500 غرام من المارغرين. هنايا راح نعطيكم ملاحظة مليحة بزاف، يعني على حسب تجربتي وعلى حسب طريقتي. إذا بقيتوا تعجنوا فيها في الكيلة الثالثة، تبقاو تعجنوا فيها بزاف، راح تزيد تولي لكم كريمة، وراح تدوموندي أكثر من الفرينة، من بعد ماهيش راح تولي لكم بنينة. شغل كي تطول يعني الغريبية نتاعكم، راح تولي تقول راكم تاكلوا في حاجة مرملة، في يعني ماهيش حاجة بنينة. فهمتوني؟ يعني شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، يعني كي نلمها في يدي تكون متماسكة، ولكن بمجرد ما نقيسها تتفتت وحدها. هذا هو القوام المطلوب. يعني شوف، راهي مجمعة في يدي، ولكن تتحل يعني بسهولة. راح نغسل يدي وتشوفوا يعني مليح. شوفوا راني هنا وريت لكم باللي استهلكت كيلو فقط لا اكثر. هنا كي تتبعوا الكيل راح تنجح لكم. شوفوا راني جمعتها، مجرد ما نقيسها راح تولي لي مفتوحه، يعني مش هذيك اللي مفتته بزاف، ومش هذيك اللي معمره فرينه لدرجه انها تولي شايحه. كي تطول الغريبيه نتاعكم راح تولي لكم يابسه. يعني كنصيحة أنا جربتها من قبل، كل وين نضيف الفارينة كل وين تولي لي يعني شيحة كي تطول يعني عندكم. هنا راح نخلي الخليط تاعي على جنب. راح نجيب ميزان، راح نوزنها 25 يعني جرام. نتوما إذا حبيتوا، إذا عندكم ميزان وزنوا 25 جرام، إذا حبيتوها متوسطة وإذا حبيتوها عالية ديروا 30 جرام. إذا ما عندكمش ميزان ديروا عينكم ميزانكم. واذا ما قدرتوش تقدروا تحطوها يعني تبسطوها عادي، تكون يعني العلو نتاعها يعني 3 سنتيمتر ولا العلو اللي بغيتوه، وطبعوه عادي بالطبع تاع الغريبيه اللي موالفين يعني راهم متواجدين في الاسواق. هنا راني بديت نشكل في الغريبيه نتاعي. هذا القوالب ولا الطابع هذا راهم متواجد في الاسواق. هنا استعينوا طبعا بشويه فرينه، حاولوا تنفضوا مليح هذاك القالب من الفرينه باه ما تبقاش في الحبه نتاعكم تاع الغريبيه. كما راكم تشوفوا هنا سيسوها فقط يعني بالعقل باه تقدروا تنحيوها من هذاك الطابع وشكلوها. كما راكم تشوفوا هذه هي الحبة اللي تحصلت عليها. هنا راح ندير شكلين، يعني شكل دائري وشكل قلب بالطريقة هذه. شكل متوسط، يعني هنا راني وزنتها 25 جرام، يعني كل وحدة وش حبتها عالية ولا يعني متوسطة ولا صغيرة، كل وحدة كما حبت. راح نشكلهم كامل ونخليها ترتاح يعني مدة ساعة ولا من بعد راح نطيبها. هنا راح نذكر لكم كيفاش تطيبوا الغريبية نتاعكم. الطياب نتاعها طيبوها على درجة 160 درجة. الفرن تاعكم طبعا يكون ساخن من قبل. البلاطو تاعكم حطوه من فوق يعني، وشعلوا الفرن من أسفل. هذه هي النصيحة الأولى. نعاود، تحطوا البلاطو من فوق وتشعلوا له من تحت على درجة 160 درجة. ثاني حاجة، كي تشوفوها تحطوها تطيب مدة 10 دقائق لا أكثر، يعني عسوها. كي تشوفوها بياضت تبدل اللون نتاعها طفيو عليها. كما قلت لكم طيبوها من الأسفل مدة 10 دقائق حتى يبيض اللون نتاعها، من بعد تطفيو عليها من تحت. زيدوا شعلوا لها من الفوق مدة 5 دقائق فقط وطفيوا عليها. يعني طيابها كامل استهلك 15 دقيقة. كما راكم تشوفوه هذه هنا بعد ما طابت. نصيحة أخيرة، خليوها تبرد تماما، يعني من الأفضل تبرد مدة ساعتين 3 يعني حتى تقدروا تهزوها. شوفوا أنا هنا خليتها ساعتين بردت مليح خلاص. من بعد راح نبدا نديكوريها. هنايا لازم تخليوها تبرد سينو راهي تفتت لكم وتقول ما درتو والو. هنا يعني نصيحه،
كما راكم تشوفوا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها من 500 غرام تاع مارغرين. تحصلت على 70 حبه، يعني تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش هابطه بزاف. كما راكم تشوفوا هنا راني زينتها بشويه طوفيا كراميل، وزينتها بشويه هذا الورد الشوش، يعني كل وحده والتزيين نتاعها، يعني لها الاختيار طبعا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في تحضير الغريبيه هذه تاع المكسرات. ما تنساوش حباباتي تخليوا لي جيم وكومنتار وتفعلوا زر الجرس، بارطاجيوها مع صحاباتكم. تقدروا ايضا هذه الغريبيه ديروها كمشروع، يعني تبداو فيه. انا كنت نعملها من قبل لي كوموند للناس، من بعد حبست يعني كل ظروف صحيه. نخليكم على خير، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش كامل مقادير هذا الوصفة راح نخليها لكم في صندوق الوصف. تبعوا فقط الخطوات اللازمة. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامة.